مرحبا بالعيد يانا يا حلاها من هدية مرحبا بالليل فانا ألف ترحبة وحية. مرحبا بالعيد يانا يا حلاها من هدية يا هلال بسمعنا هل في ليلة بهية مظهر فيها وبانا فزت الدنيا تحية. السلام عليكم حبوباتي، نتمنى نلقاكم فيديو ديالي بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم حلوة العيد، حلوة اقتصادية وسهلة وكتخرج لك يعني كمية كبيرة غير بربع ديال الزبدة. كتخرج لك هاد الاشكال اللي شفتوا معايا في الاول. المهم نتمنى يدخل علينا وعليكم هذا العيد بالخير والبركة وبمغفرة الذنوب يا ربي. رمضان هرب علينا مشى بالزربة ما حسيناش كاع بهذا العام صراحة. ما كاين لا جوع لا عطش لا، يلا ولفناه وهرب علينا سيدنا رمضان. يا ربي تبلغنا رمضان العام الجاي ان شاء الله، واعوام واعوام ان شاء الله. المهم غادي نبدا معكم بسرعه. الحلوه ديالنا كاينه 4 ديال الزبده ديال الحلوه اللي خاصه بالحلوه. كتضيفوا عليها 2 ديال كيسان كاس ديال سكر كلاصي او سكر ثقيل، وكاس من السكر سنيده. السكر حبيبات كتخلطوا مزيان هذيك الزبده حتى المهم كنسرع معكم الفيديو حيت ما بغيتوش يكون طويل يجيكم الملل. المهم انا غادي نفهم لكم كاع المراحل والعبار بالغرامات غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. المهم تما درت كما كتشوفوا الزبده السكر 2 كيسان، كيسان ديال العنبه، 4 ديال البيضات، وخبزة ملح، لافاني، خميرة ديال الحلوى والدقيق على حسب يكون الخليط، يكون العجين يكون رطب ما يكونش قاصح، يكون شويه كيتلصق في اليدين. المهم هنايا كل قطعه قسمت العجين ل4 قطع، كل قطعه ديال العجين وحده نسمتها بروح البرتقال او نكهه البرتقال، كتجي زوينه في هذا الشكل. والجزء الثاني نسمتو وحده نسمتها بالكاكاو، وحده نسمتها بالروح تاع اللوز، وحده نسمتها بنكهه الفخومبواز، وحده نسمتها بالبخاليني. المهم هذوك النسمات نتوما كتنسموا باللي بغيتو، راه كاينين نسمات بزاف كاينين كيتباعوا. المهم غير باش يختلف المذاق من حلوه لحلوه صافي. وكنشكلها بهاد الاشكال اللي شفتوا اللي كتشوفوا، راه كتعاوني بنتي صراحه. ما درتش الحلوه حتى تعطلت بزاف حتى يعني قبل المغرب بديتها. في قبل المغرب يعني جيت صوبت الفطور وكل شيء وعاد بديتها، ومن بعد عاوتاني خليتها حتى المهم داكشي ديال التزيين داكشي ديال التزيين خليته حتى فطرنا عاد باش بدينا. كان انا وبنتي عاونتني، كيعجبها الطبخ والحلويات وهادشي يدخل الكوزينه.
قلت لها يلا جي حتى انتي خربقي معايا. المهم لا ديكوراسيوني كديروها كما بغيتو كما حبيتو نتوما، داكشي كيبقى اختياري. انا غير كنعطيكم افكار وانتوما لا ديكوراسيون اللي عجبتكم كديروها في هاد الحلوه. كل وحده كيفاش زينتها كاينه بحال هادي. دابا كنزينها كندهنها النص ديالها ببياض البيض، معاه بياض البيض مخلط معاه واحد شويه ديال لافاني باش ما يجيناش الريحه ديال البيض. وكنمرمدها غير النص، كنمرمدو في داك اللوز ايفيلي اولا كاوكاو ايفيلي. المهم درت شي وحدين باللوز ودرت شي وحدين بكاوكاو، كاوكاو الفول السوداني مهرمش. صافي وكنحطهم بحال هذا الشكل، كنشكلهم بحال هكا بحال كعب غزال وصافي. والنص الاخر بنتي دابا عطات لها المهمه باش دير لهم الشكلاط، كيعجبها هي بحال هذا الشيء تزوق. المهم قلت لها منها تعلمي منها تعاونيني شويه. المهم النص داك النص دارت لي شكلاط، وهادو الثاني هادو اللي شكلتهم بحال الورده ديال هاد الورده دابا اللي ولات الطوندونس ديال دوزيام، بحال الورده ديال دوزيام. راه كندير لها البخاليني من الفوق. وممكن ديروا المهم الحشوه اللي كتكون لداخل ممكن ديروا اي حشوه، تقدروا ديروا غير الشكلاط مع العسل. كتسخنوا شويه العسل وكتخلطوا مع الشكلاط اولا كونفيتور اولا المهم اللي درتو صافي. وكنزينهم وكنحط عليهم هذاك القالب اللي ديال الشكلاط اللي كنت صاوبت في الاول. كديروهم على شكل ورده، تكون بحال نفس الورده كديروها بالشكلاط وكتخليوه في الثلاجه حتى كيبرد، ومن بعد كتلصقوه من فوق منها وصافي. هادو تاني هادوك اللي دايرين بحال الفلوكات كنغطسهم في الشكلاط كحل، ومن بعد كنخوي عليهم شويه ديال الشكلاط بيض وكنحاول ندير فيهم بحال الرخامه، بحال الشكل ديال ميلفي اللي كيكون. المهم انا راه خمشت. المهم كتحاولوا ديروا دوك الخطوط واحد الفوق واحد لتحت حتى كتخرج لكم ديك الشكل ديال الرخامه صافي. وخلاص هادو زوقاتهم بنتي بالشكلاط بيض، خطوطه تاع الشكلاط بيض صافي. معنا مشى الحال وصافي غير كنسربي باش نسالي دغيا. المهم كتزوقوها باش تجيكم بحال الشكل تاع الرخامه، راه كيجي داك الشكل زوين. اولا تقدروا تخليوها هكا كما هي. المهم انا غير كنعطيكم افكار وما نتوما تقدروا تزينوا كما بغيتو. صافي نخليكم مع الفيديو راه كيتكلم على راسو. ونتمنى يلقاكم الفيديو ديالي بخير وعلى خير، وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. وشكرا لكم على الدعم. نتمنى ما تنسونيش في اللايكات الى عجبكم الفيديو. واخا جا مظلم شويه حيت خدمت غير بالليل. نتوما كتشوفوا ما كيبانش مزيان، ولكن صراحه جات الحلوه زوينه وغزاله ولذيذه. كل شكل كينسيك في الاخر. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وتشجيعاتكم مع اللايك، واللي ما اشترك في القناه يشترك. وشكرا لكم، والى فيديو اخر باذن الله. خليكم مع هذه اللقطات.
مرحبا بالعيد يانا يا حلاها من هدية هدية. مرحبا بالليل فانا ألف ترحيبه وحية. مرحبا بالعيد يانا يا حلاها من هدية هدية. يا هلالي لسمانا اللي في ليلة بهية مظهر فيها وبانا فزت الدنيا تحية. لم الشمل في جيته محلى هوا صبحيته. كل عام وانتو بألف خير. لم الشمل